بقول لك ايه يا شيمو، تعالي عايزك في موضوع مهم جدا. قول يا سبع الرجال خير. تعالي بس اقعدي جنبي كده عشان عايزك في موضوع مهم قوي. وادي قاعدة ها. خير. بقول لك ايه، هو انا لو اتجوزت عليكي هي دي حاجه تضايقك؟ لا يا حم، ربنا ما يجيبش زعل بنت. يعني هو انا لو في يوم من الايام كده دخلت عليكي بعروسه مش هتتجلطي ولا تتشلي؟ والله يا حبيبي اللي خدته القرعة تاخده من الشعور يا عيني. يعني هو انا لو اتجوزت عليكي دي حاجه ما تضايقكيش؟ بقول لك يا راجل، انت تمسي على المسا، ما تخلينيش اطلع اللي جوايا، ما تطلعنيش عن شعوري. انا صابرة عليك غلب، انا متجوزاك تخليص حق. دي اخرتها يا شيمو، متجوزاني تخليص حق؟ يعني معنى كده لو اتجوزت مفيش زعل؟ اتلم يا حمو في ليلتك دي وروح اعمل اللي انت عايزه. خليكي فاكره انت اللي قلتي. تعالي يا عروسه، خش برجلك اليمين. كسر رجليها اليمين على الشمال. مين دي يا راجل انت؟ يا نهارك اسود ومنيل، مين دي يا راجل انت؟ يا حبيبتي دي العروسه الجديده، مش انا قايل لك؟ هو مش انا قلت لك هتجوز عليكي؟ قلت لي اللي تاخده القرعه والمشاع. كنت فاكراها فنجرة بق يا حمو، ما انت طول عمرك فنجري بق على الفاضي، اشمعنى المرة دي؟ استهدي بالله بس كده وتعرفي عليها، دي حنينه وطيبه واميره. دي بتتكلم انجليزي كمان، تخيلي. والنبي وحياة امك، وانت جايبها تديني كورس؟ انت بجح قوي، انت جايب لي درة وداخل عليا بيها. لا لا يا حبيبتي، ما تقوليش درة، احنا هنبقى اخوات. خوات ما يبقى يا اخوتك يا شيخة. صدقي انت بجحة شكله. يا حبيبتي بدل ما انت عامله في نفسك كده، اساليني عن مميزاتها، دي مليانه مميزات يا شيمو. مميزاتي يا حمو؟ انت جايب لي تلاجة ولا شاشة LCD 65 بوصة عشان تقول لي مميزات وعيوب؟ انا هخليها هي تقولك على مميزاتها. قولي لها يا كوكي. وكمان اسمها كوكي؟ صدور ولا وراك؟ من غير تريقه لو سمحت يا شيمو. بصي يا طنط، انا بعرف اعمل اندومي وشاي وبيض مسلوق وبيض مقلي، وممكن اسخن عيش. ايه رايك، عرفت انقي ولا لا؟ تلاقيها سودا ومهببه على دماغك. ومين طنط دي يا بت؟ خد البت ودي واطلع بره عشان ما تجيبش جريمه النهارده. طب بصي، انا ممكن اخليها هي في اوضه الاطفال وانتي خليكي في اوضتك زي ما انتي. ايه رايك يا ستي؟ لا اصيل يا اخوي، عداك العيب والله، مش عارفه اقول لك ايه. كتر خير. والله لا اجيبها لك من شعرها، والله ما انا سايباها. الحقني يا حمو. بس يا بنتي بالراحه، مش كده هتفتحي دماغها، حرام عليكي، مش كده. دماغها ده انا اطلع روحها في ايدي دلوقتي. خلاص يا بنت هتموتيها، انا كنت بهزر معاكي. يا بنتي دي فتكات صاحبة اختي، وقلت اشوف رد فعلك هتعملي ايه. صاحبة اختك بجد يا حمو ولا بتضحك عليا؟ بجد يا شيم، وانا ما اقدرش استغنى عنك، انا كنت بنكشك بس. النهارده يا جماعه ان شاء الله هكلمكم عن فضل ليله النصف من شعبان. ليله النصف من شعبان هي ليله المنحه الربانيه، وليله الغفران هي ليله الله عز وجل يطلع فيها على جميع خلقه، ليله الجائزه الكبرى. صح فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يطلع ليلتها على أهل الأرض فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. ربنا سبحانه وتعالى بيدينا فرصة تمسح أخطائنا كلها في هذه الليلة، إلا لستة. مين هم الستة دول؟ هنتعرف عليهم مع بعض. رقم 1 وهو المشرك بالله. 2 المتشاحنين. 3 عقوق الوالدين. 4 قطيعة الأرحام. 5 المجاهرة بالمعصية. 6 وهو المدمن. عايز ربنا يقبلك في ليلة النصف من شعبان، ابعد عن الستة دول، هم الموانع من المغفرة. ويا ريت في اليوم دوت يبقى فيه كثرة استغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.